بثلاث مكونات بس هنعمل الكاتشب في البيت بطريقه سهله او بسيطه. هنعمل كميه كبيره من غير مواد حافظه ومن غير الوان. بسم الله. في الاول كده انا هوزن على الميزان 2 كيلو طماطم، بغسلها كويس قوي وبجيب حله او طاسه كبيره وببتدي ان انا اقطع الطماطم لاربع اجزاء. خلصنا الطماطم بناخدها على طول على النار. النار عندي لازم تكون وسط او اقل من الوسط شويه، ومش بنحط ولا ميه ولا اي حاجه. هنغطيها ونسيبها تستوي كده على نار وسط او اقل من الوسط. هنلاقي ان السوائل اللي في الطماطم بدأت تنزل، هنغطي ونسيبها تستوي. مش هتاخد وقت كتير على النار، يعني ممكن ربع ساعة تلت ساعة، ولو انت حطاها على نار هادية ممكن نص ساعة بالكتير، وهتلاقيها استوت بالشكل ده. نشيلها من على النار ونبتدي نفرم على طول. لو انت عندك هاند بلندر يبقى هتفرمي الطماطم في الحلة زي ما هي كده وهي سخنة. لو ما عندكيش هاند بلندر هتسيبي الطماطم لحد ما تبرد شوية، بعد كده تحطيها في الخلاط على دفعات. المهم ان انا هفرمها حلو قوي لحد ما تنعم معايا. كده خلاص خلصنا، نبتدي بقى نصفيها. بنجيب طبق غويط والمصفى، ولازم المصفى تكون ضيقه، يعني ما تجيبيش مصفى كده يكون الفتحات بتاعتها واسعه عشان القشره بتاعت الطماطم ما تنزلش معانا. هنحط كميه ونبتدي بالاسباتولا او بمعلقه خشب نقلب لحد الطماطم ما تتصفى معانا كويس قوي، وزي ما انتم شايفين كده القشره والبذور يعني ما فيهاش خالص عصير طماطم. ونبتدي ناخدها تاني ونرجعها في نفس ذات الحله. انا غسلت الحله علشان البواقي بتاعه الطماطم على حرف الحله ما تتحرقش لما اجي اسويها على النار مره تانية. بحطها على نار هاديه شويه وبغطيها واسيبها تاخد لها كده ايه، غلوتين تلاتة اربعة. المهم ان احنا عايزينها تاخد كام دقيقه على النار لحد ما نحس ان اغلب السوائل اللي في الطماطم اتبخرت. هنلاقي الطماطم استوت معانا ولونها بقى حلو قوي. بعد كده هنحط الاضافات اللي هتحول الطماطم المعصوره لكاتشب. معايا نص كوبايه سكر ودي هنزل بيها كلها. هحط بعد كده معلقه صغيره ملح ومش محتاجين نحط اكتر من كده. بعد كده معايا تلت كوبايه خل. مقدار الخل هنا مظبوط جدا. بعد ما قلبت كده ودقت الكاتشب لقيت ان السكر عندي قليل حاجه بسيطه، فزودت معلقتين كبار. معلقتين كبار كده مليانين، دول ظبطوا الطعم جدا. بقى الطعم قريب بنسبه كبيره جدا من الكاتشب اللي احنا بنجيبه من بره. وابتدي اعمل خليط الربط اللي هو عباره عن نص كوبايه ميه ومعلقتين صغيرين مليانين نشا. الخليط ده ما هو الا بيخلي لي القوام بتاع الكاتشب زي اللي احنا بنشتريه من بره. هنزل بالكميه كلها لان المقدار ده مظبوط جدا، وببتدي اقلب. وبرده النار عندي هنا هاديه. بقلب وهسيب كده الخليط او هسيب الكاتشب على النار لحد ما يستوي. طبعا احنا كده حطينا نشا فما ينفعش ان احنا نستعجل، لازم الخليط يربط معايا كويس وفي نفس الوقت كمان يستوي. بصوا النار هنا هاديه ازاي، ما ينفعش نعلي النار. لو علينا النار الكاتشب الطعم بتاعه مش هيبقى حلو ومش هيستوي مظبوط. بنشيل الكاتشب من على النار بس هو كده سخن. اول ما هيبرد هيربط معايا اكتر. بصوا هنا القوام هيبان اكتر. الخليط عندي بقى متماسك كده والقوام مظبوط جدا. اللون زي ما انتم شايفين حلو قوي من غير ما نحط ولا بنجر ولا الوان غذائيه او الوان صناعيه. كل الحكايه ان انت لازم تنقي الطماطم تكون حمراء ومستويه. عندي اللي هي عبوه الكاتشب ودي عندي بقالها سنين، كل ما بعمل كاتشب بملاها. العبوه دي طبعا وزنها كبير، دي اكبر ازازه متهيألي في السوق. فالاتنين كيلو طماطم ملولي الازازه الكبيره دي وبرطمان وزن كيلو. وطبعا خدتوا بالكم ان انا ما حطيتش ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا اضافات كتير. الحاجات دي بحس انها بتغير الطعم خالص. بالخل والسكر والملح بس. جربوا الطريقه دي وشوفوا الطعم هيطلع قريب جدا جدا من الكاتشب اللي بتشتروه من بره. تقدري ان انت تسيبيه لما يبرد وتحطيه في البرطمان او في الازازه. انا شخصيا بحب اعبيه وهو سخن، وبحط على رف التلاجة الكمية اللي انا عايزاها على قد الاستخدام بس، وبتقعد معايا من اسبوع لاسبوعين. ولو عملت كمية كبيرة بحطها في برطمانات وبشيلها في الفريزر وبطلعها وقت ما بعوزها. جربوا طريقة النهاردة ان شاء الله هتعجبكم جدا، والسلام عليكم.